نذكركم في مواجهة المنتخبات العربية في دور ثمن النهائي لغاية اليوم. نتابع هذه المواجهات. طيب، مالي مع تونس في الساعة 10 مساء، ثم المغرب وتنزانيا يوم السبت، والمغرب تنزانيا يوم الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ثم يوم الاثنين مصر وبنين في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والجزائر وكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء. هذه المواجهات كما ذكر الزملاء أن يعرضوها وعرضوها أمامكم بتعليقك بدر في هذه المواجهة. والله الحسنة الوحيدة إلى غاية الآن أنه ما فيش اصطدامات عربية بالضبط. على كل حال سنضمن وجود منتخبات عربية على الأقل. قد يكون الأمر الجيد أن لا توجد. أمر جيد. نعم. أمر جيد لأنه مثلا كنا نخاف اليوم أن المنتخب التونسي يخسر مباراة تنزانيا وتحكم عليه الظروف أنه يقابل المنتخب المغربي. مباراة المغرب تنزانيا هذه إعادة لعدد من المباريات جمعت المنتخبين معا في الآونة الأخيرة مشاري. التقينا معهم على مستوى كأس العالم، فاز المنتخب المغربي بالمغرب ب 2-0 وفاز أيضا عليهم ب 2-0 في تنزانيا، والتقينا معهم أيضا في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار وفاز المنتخب المغربي ب 3-0. يبدو على الورق أنه منتخب في متناول المنتخب المغربي، لكن مع ذلك أنا أحذر لأن نحن المنتخبات شمال إفريقيا غالبا ما تعاني مع ما يوصف عادة بالأسماك الصغيرة. هذه المنتخبات اللي نقول على أننا نفوز عليها بحصص قوية أحيانا تقف كالشوكة في عروقنا. قراءة في هذه المواجهات للمنتخبات العربية في دور ثمن النهائي. على الورق في رأيي في مواجهتين من المفترض أن هم يعني سهلين بلغة الكرة، يعني مواجهة مصر مع بنين حظوظ مصر أكبر بشكل كبير، مواجهة المغرب مع تنزانيا زي ما بدر قال حظوظ المغرب أكبر بشكل واضح جدا. الصعوبة تأتي في اللقاءين الآخرين، يعني تونس مع مالي، وما أدراك ما مالي بالنسبة لتونس عقدة تاريخية عقدتني أنا شخصيا من كتر اللي بتعمله مع تونس. مالي تحديدا هنتكلم عقدة تاريخية في أفريقيا. ده مالي دي عذبت تونس يا رجل، 4 مباريات ما فيش ولا فوز لتونس على مالي. كمان الكونغو منتخب قوي جدا، هيبقى ند قوي للجزائر. طبعا ان شاء الله الجزائر يفرحنا ويكسب وحظوظه تكون اكبر، ولكن هتكون في نديه كبيره جدا. المنتخب الجزائري هيواجه صعوبات كبيره جدا في هذه المواجهه. ده المواجهتين الاصعب. اصعب مواجهه عربيه في رايي الشخصي المنتخب الكونغولي اقوى فريق في الاربعه اللي هيقابلونا. منتخب كونغو الديمقراطية أقوى فريق في الأربع منتخبات اللي هتواجه المنتخبات العربية. إنما منتخب مالي هو اللي ممكن يكون عشان بس قصة العقدة، فنفسيا من الممكن المنتخب التونسي يواجه صعوبات. لا ما فماش عقدة. لا مش صبر. قلت حاجة قبيلة قلقتني شوية. قلت وقت اللي جبدنا على تونس وأنه ترشحت الدور الثاني، قلت هي تنزانيا ترشحت، أيوه حتى مصر ترشحت، احنا ترشحنا الكل ترشح والمغرب ترشحت. معناها تقارن فما مقامات. نكونوا قاسيين صحيح ومعاكم في كل شيء وانا قاسي اكثر منكم، ولكن هي تنزانيا ترشحت خلي تونس. لا انا ما نقبلهاش. تونس تبقى تونس، والجواب تو يجيك ان شاء الله. النقطة الثانية الخلاف بس لا شو المقامات؟ هي امكانيات اسماء ونجوم ومدربين. خلي ليه هو قال لك هي تنزانيا ترشحت، معناها شنو اللي عملتوه؟ معناها هو حتى مصر ترشحت. ايوه ما انا برضو ما قلتش ان مصر انجاز. نجيك المالي ساعه نجيك المالي ومالي انا جيتك عليها. من اقصى مالي من كاس العالم اخر الدوره الكاس؟ انا بتكلم على افريقيا فقط. كيف تبقى مش يبدلوا لبسك يلعبوا انا قلتها 4 مباريات في افريقيا. شوف التاريخ للتاريخ بالنسبه لي انا، كل مقابله عندها حقيقتها متاع اليوم. صحيح. التاريخ للتاريخ. تحسب لي انت مالي ربحتني عام 2015 بلاعبين اعتزلوا، نحكيوا على اليوم جيل اخر. انا ناكد لك وانه اللاعبيه متاع تونس والاطار الفني اللي مسؤوليته كبيره، وسامي الطرابلسي يتحمل اكبر جزء من المسؤوليه،
ويتحملها، لانه وقت اللي تلقى فريق كامل منهار مسؤوليتك انت يا سامي. تلقى ملاعب اثنين ما همش حاضرين، مسؤوليه الملاعب ما حضرش، اما فريق كامل مسؤوليته. بس ما قصد ترى. لا وانا عايز اوضح. بس دقيقه، بس ما قصد، هو ذكر تنزانيا. انت فهمتها تنزانيا وتونس؟ اي لا قال وقتها لا يقصدش. قلت له قال تونس ترشحت الدور الثاني انجاز، قال ماهوش انجاز اوكي، اما هي تنزانيا ترشحت للدور الثاني، معناها خليته لا. طيب انا نقول ما نقولهاش، يعني يستحيل باش نقولها على اي فريق اخر. لا هو انا مش فاهم هو الاعتراض في ايه. انا بعترض انه لما نقول ان تونس تاهلها للدور الثاني انجاز، لا ده لا يقلل من تونس. انا ما اقدرش اقول ان تاهل مصر انجاز، مستحيل اقول ان تاهل مصر للدور الثاني انجاز، واعتقد الجميع يتفق معايا. لا اما الجزئيه افريقيا لو اكمل بس والله ما قطعت. موافق. اما تقول لي هي تنزانيا ترشح. لا انا قلت ازاي قلتها اول فار. قلتها ازاي؟ الكل حاضر. انا قلت لا يعتبر انجاز لتونس لانه في منتخبات اقل بكثير. يعني هو ما فهم ولا لم يستوعب. انا مش فاهم هو فاهمها ايه. مش فاهم هو فاهمها ايه اصلا. شربتها مليح. انا بقولها تاني. لا انت سمعتها ايه؟ عندك وضح. ماشي. اصلا انا مستغرب هو اساسا فهمها كده ازاي. هو لا بس خلي يعلق الجزئيه الثانيه. بس انا هسيب عبد الكريم هو اللي يوضح. لان انا بحاول اوضح له، مش عايزك توصل له. الجزئيه الثانيه بتاعت افريقيا بقول لك لا، لما يكون التاريخ و2010 و2015. لا انا بتكلم في كره القدم دايما احنا بنتكلم على العقده، وبعدين ما بتكلمش في 2010 ولا 2000. انا بتكلم في النسخه الاخيره. تونس ما قدرتش تفوز على مالي في النسخه اللي قبلها. ماشي، في النسخه اللي قبلها. طب في النسخه اللي قبلها مين اللي فاز؟ في نهاية منتخب مالي يا صديقي. قبل الاستقلال ما اختلفناش. احنا بنتكلم والله العظيم. انا بتكلم على مباراه اخر مقابله خرجناهم من كاس العالم. مش تقليل من المنتخب التونسي أبداً. انا لما اقول انه المنتخب التونسي بيعاني نفسيا امام مالي في افريقيا مش تقليل. اخر نسختين المنتخب التونسي، وتذكر الحكم اللي انهى المباراه في قبلها ب4 دقائق في النسخه الماضيه، وهزيمه تونس امام مالي في النسخه اللي قبلها. ضربه الشمس. والله انا ما فهمت. لما ضربته للشمس. انت صابر التراوري بقي راك صابر الغراوي. ايوه لما انهى المباراه. بس لازم نوضح شيء. على الاقل انا ما فهمته من صابر بان القول بان تونس ترشحت الى الدور الثاني وهو انجاز امر لا يجوز، لان لو ان بنحسب هذا اللي انت فهمته طبعا. يعني معنات كلامك فتحي لم يفهم. لا انت هذا لا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فهمها غلط. شوف فهم. لا يا عبد الكريم فهمها غلط. اللي قلته تونس ترشح للدور الثاني مش انجاز، انا موافق، لكن ما زدت بعد الجمله هذه وانه هي تنزانيا ترشح معناها يا فتحي. أنا من عادتي لا أحب أن أرافع عن صابر التراوري. طيب شوف، لكن عندما ذكر الجملة ماذا قصد بها؟ قصد أنه لا يجوز أن نقول بأن تأهل تونس يعتبر إنجاز. هذا متفقين. لكن من يجب أن يعتبر التأهل إنجاز هو تنزانيا. بس هذا التكليف القانوني. وصلت يا صابر. انا مش عارف انت فهمتها ازاي لغايه دلوقتي. انا مش مستوعب انت وصلتك ازاي. لكن اريد تعليق على هذه المباراه. انا اتمنى وعندي امل ان تونس ممكن ان تعبر نسور مالي في حاله واحده. لو قابلوا مالي التي تعادلت مع جزر القمر والتي تعادلت قبلها مع زامبيا، ولا يقابل مالي التي واجهت المنتخب المغربي، لانه انا استغربت. مالي كانت امام جزر القمر وزامبيا بمستوى، وامام المغرب بمستوى كبير. خلينا نتفق على شيء علشان الرجل ينتقل الى ما يريد من فقره اخرى. لكن كل مباراه وكل دور له حسابات حقائقه، وبالتالي هذا الآن الدور بالنسبة لتونس رمي وراء الظهر. الآن تونس يجب عليها أولا، وأنا واثق تماما بأنها ستظهر وجه آخر مختلف في الدور لا فض فوق يا عبد الكريم. ممتاز. بس من قال لك كان عندي فقرة ثانية؟ الحين نستمر. لا أنت قلت جميل. نتابع معكم مواجهات دور ثمن النهائي لغاية اليوم، لأن هناك مواجهات ستلعب اليوم. فالمواجهات
الرسمية والفرق الذي تأهلت لدور 16 دور ثمن النهائي: المغرب، مالي، مصر، جنوب افريقيا، نيجيريا، تونس، تنزانيا، السنغال، كونغو الديمقراطية، بنين، الجزائر، بوركينا فاسو، السودان، كوت ديفوار، الكاميرون والموزمبيق.